السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة. الفيديو هذا سأتكلم فيه عن موضوع الحوادث، خصوصا بعد ما شاهدت اليوم فيديو لحادث سائق موتور اصطدم بمركبة من الخلف واقفة في الشارع، فكان الجميع يعني يمر بجانبه ولم يسعفهم أحد. وأيضا شاهدت الفنان محمد العماد وهو يتكلم بفيديو سأضعه لكم بهذا الفيديو في النهاية. أو نتابع أولا محمد العماد وما تكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش عندنا في اليمن تبصير مصدوم في الشارع ما حد يرضى يسعفه؟ أصحاب التكاسي، أصحاب السيارات، الناس المارة، الكل يبصروه مرجون في الشارع ما حد يرضى يسعفه. خايفين ايش؟ لا تحتجز السيارة حقه، لا يحتبس. وفي ناس قالوا انهم اسعفوا ناس واحتبسوا ودفعوا قيمة العملية، وفي ناس احتجزت سيارتهم وهم قاصدين الله. يعني هذا الكلام من يتحمل هذا المجبر؟ انا اسعفت ثلاثة وقالوا ان انا صدمتهم، والله فعلنا خير اسعفناهم وقالوا ان انا صدمتهم وتحملت مبلغ كبير وعالجناهم. في بعض الناس يعني بيجوا يسعفوا يبصروا واحد ميت. اخلاقنا شيمنا عاداتنا تقاليدنا ما تسمح لناش انك تبصر شخص بينزف وما تسعفش، وفوق هذا تسعفه وتوصل تحتجز سيارتك ولا يحبسوك. ليش؟ من المعني بهذا الكلام؟ واعتقلوا في التعليقات والله في ناس تبهدلوا ورب الكعبه واحتبسوا وما لهمش دخل. وضحوا لنا يا اداره المرور يا المستشفى، اي جهات توضح لنا ليش الناس كلهم خايفين؟ يقول لك ما يسعفش، ما حد عرض يسعف احد. مثل ما شاهدنا يعني وسمعنا الفنان محمد العماد قال إنه يعني إذا تسعف واحد يمسكوك وما عاد يخلوك تطلع يعني حتى تستكمل الإجراءات. يعني البعض يكون كذا علشان بين الناس يجي يسوي حادث وراح رماه به ومشى. ف يعني ما في حلول. ما أدري ليش. أنا سمعت قصة لشخص قال إنه يعني اصطدموا اثنين موتورات في الصباح يعني لين الظهر، والشخص هذا يتحرك بس يعني في به كسر بيده ونزيف قليل وتوفى بالأخير. يعني يوم جاء المرور في الظهر أو جاء من يسعفه قالوا إنه في نزيف كان في يده، يستطيع أحد يربط له يده. لكن ضاعت الرحمة أو الضمير لا، ما أعتقد، ولكن خوفا من المساءلة القانونية. فيا حبذا يعني تكون هناك حل أو شيء بسيط يعني ولو يخفف الأزمة. أما هو تخفيف الأزمة والحوادث هي ترجع للسائق نفسه. فالسائق نفسك السائق نفسه أنا أوجه له كلمة: السرعة ما فيها إلا موت، وترتجم هناك في الشارع ما حد يسعفك وتكون نهايتك موتتك موت الكلاب. يعني أحد كذا رمى به في أي موت البهائم في الوادي، فهذه الموتة التي تخلفها السرعة. فيا حبذا الواحد ينضبط يعني بقواعد السير ويكون يعني واعي لما بيحصل له. لقد يسرع كذا تطلع نشوة، خاصة إذا مشغل أغنية ولا سمح الله يعني وقدر الله عليك بحادث، بعض الأحيان والله ما حد يسعفك ولا حد يقربك. وأيضا مثل ما شاهدت اليوم أحيانا من الأحيان يتبلى عليك، يعني أصبحت المراكب الحين والسيارات. يعني في شخص قالوا إنه نصاب مثل ما نشاهد هنا بالفيديو، اختار السيارة المناسبة وراح رمى فيه نفسه قدامها علشان يتحلبط أو يتزلبط. أنا والله شفت هذه المرة يعني ناس قالون إن في من هذه الحركات كثيرة. استغربت يعني واحد يرمي بنفسه قدام السيارة علشان يطلع مصاريف أو تشعبط. يعني هل هو الجوع والفقر يعني وصل إلى هذا الحد؟ ما أعتقد. يعني واحد يرقم بنفسه قدام سيارة علشان يتكسور علشان يحصل فلوس. فيا عزيزي المشاهد أنا أطرح عليك يعني سؤال كذا: هل إذا صادفت حادث بتسعف يعني إذا سنحت لك الفرصة، أما بتسعف إذا صلح حادث يعني شاهدته أمام عينيك وستكون يعني مستعد أنك تتحمل بعض العواقب التي ستحدث بعد هذا الحادث؟ تحياتي للجميع. طبعا هذه القناة الثانية في قناة يعني احتياطية مراجعة عامة، ببدأ أنشر فيها أحيانا. أرجو من شاهد هذا الفيديو أن يشترك فيها حتى يعني تكون مساندة للقناة الرسمية. تحياتي.